السلام عليكم يا جماعة. ايه اللي يخلي حد يوصل للقمة فجأة نلاقي قلبه هو اللي يسحبه لورا؟ ايه اللي يخلي كل فرحتها في الدنيا انها تشوف ابنها في السماء تطلع في التلفزيون تعيط وتقول انا كنت رقم 1 في حياته، بقيت دلوقتي رقم 2؟ الكلام ده مش مجرد كلام ويعدي، دي قصة حياة كاملة، قصة كفاح اتكتبت بدموع وعرق في شوارع بورسعيد وانتهت ببريق الأضواء في ملاعب القاهرة. المشكلة مش في كده بس، المشكلة في رد الفعل. ايه اللي حصل؟ ركزوا معايا، القصة دي مش عن الكورة ولا عن الاجوان، عن قصة ست ب100 راجل. تخيلوا واحدة بعد ما جوزها مات نزلت عملت فرشة وسط الوحوش اللي في الشارع، وسط الرجالة، عشان تجيب اللقمة. لا كانت بتعرف كسوف ولا تعب، كانت بتشتري البضاعة بإيدها وتبيعها وتقف 12 ساعة على رجلها. 12 ساعة يا بشر، وكل ده ليه؟ عشان ابنها مصطفى زيكو يكبر ويبقى اللي هو فيه ده. الأم دي عندها حلم، مش حلم عادي، حلم بنبوءة. حلمت لمصطفى إنه يلعب جنب محمد صلاح، واتحقق. أيوة اتحقق الحلم، بس الغريب إن عندها حلم تاني، حلم مستخبي وهي رفضت إن تقول تفاصيله لأي حد، حتى لابنها نفسه. خايفة عليه، خايفة من الحسد، خايفة الحلم يتقلب كابوس. إيه الحلم اللي يخلي أم تخاف من فرحتها بابنها؟ ليه الغموض ده كله؟ فجأة بقى البطل بتاعنا، بطل الحكاية اللي بيشوط الكورة في الشبكة، يعمل حركة ملاش تفسير، يقرر يتجوز وفاء بنت قريبتهم اللي محدش كان يعرف ان بينهم قصة حب بقالها 2 سنين. طبعا زيكو عمل كده بعد ما جهز اخته الكبيرة وجوزها كمان، وقالوا فرحوا، قال انا عايز اتجوز وفاء. الام اتصدمت مش من الجوازة لكن من المفاجأة. الكلام ده اللي قالته في برنامج صبايا الخير اللي بتيجي فيه مع ريهام السعيد على قناة صدى البلد. احنا قدام علاقة معقدة جدا. زيكو اللي كان حرس حدود في البيت واللي قال لأمه اقفلي المحل يا ست الكل أنا اللي هصرف، دلوقتي بيواجه ضغط الشهرة، ضغط الرقم 1 ورقم 2. الواحد بيسأل نفسه، هل مصطفى زيكو هيعرف يوازن ما بين الأم اللي شالته على كتافها وبين الزوجة اللي بقت شريكة حياته؟ هل الحلم التاني اللي أمه مخبياه ليه علاقة باحتراف برا مصر واللي رافضة تقوله خالص؟ تخيلوا الأم دي بتقول مش عايزاه يحترف، مش عايزاه يغيب عني، نفسي ياخدني معاه زي ما حسن الشحات عمل. هنا بقى السؤال اللي يخليكم ما تغمضوش عينيكم، هل الأمهات في حياة لعيبة الكورة هما الريموت كنترول اللي بيحرك مسيرتهم؟ هل الخوف من الغربة هو اللي بيخلي زيكو لسه جوه الدوري المصري؟ الحكاية مش بس دموع في صبايا الخير، الحكاية في تفاصيل تانية، كواليس الحفلات، رفضه لزيارة أمه في الاستاد، خوف من الزحمة، الوعود اللي ورا الكواليس. كل ده كوم، والرد اللي رده زيكو لما قال انتي ست الكل وهتفضلي رقم 1، كوم تاني خالص. الأسوأ هو رد مراته، هو ابن بار، رد دبلوماسي عشان يطفي نار الغيرة اللي ممكن تولع في أي بيت، ولا هي دي مشاعره؟ بصوا يا جماعة، عشان نكون صراحة مع بعض، الدنيا مش دايما وردي زي ما بنشوف الصور اللي على السوشيال ميديا. الأم دي اللي بتنزل الفرشة وتتحدى ظروف، شافت ابنها بيكبر قدام عينيها وبيتحول من شاب بيساعد أهله لنجم بيتحاكى عليه الناس. بس خلونا نسأل نفسنا، هو ايه اللي بيحصل لما ابن يقرر يغير حياة أهله في لحظة؟ زيكو قرر يقلب الموازين، قفل المحل، شال المسؤولية على كتفه. هل ده كان هدية لأمه ولا قيد جديد؟ عارفين ايه اللي يشد الأعصاب؟ مش بس كلامه الحلو ولا ردوا عليها بإنها رقم 1 في حياته، اللي يشد هو التوقيت. الأم مستنية تشوفه بعد كأس العالم، بتحلم باللحظة دي، لكن هو اعتذر، ما راحش. زحمة، بهدلة ناس، حكايات الاحتفالات، هل دي أعذار؟ ولا زيكو كان بيحاول يفصل بين حياته الخاصة كراجل متجوز وبين حياته العامة كابن بار؟ بصوا، الموضوع ده الأم بتقول عنه أنا راضية والله وقابلة بالظروف، هي نفسها اللي بتحلم حلم غامض وبتداريه عن ابنها عشان ما يجرالوش مشاكل. ليه الخوف؟ ليه الحلم ده مقدس لدرجة إن ممنوع الكلام فيه؟ واضح إن الأم دي مش جاية تتكلم عن كورة ولا على ابنها، دي كانت جاية تفك الضغط اللي جواها لما ابنها رد عليها قدام الناس بكلمة هتفضلي رقم 1. هي دي الحقيقة؟ هل بيعمل توازن؟ هل لعبة التوازنات صعبة للرجالة محدش بيعرف يلعبها غير ابن البلد الشاطر؟ القصة ما انتهتش، القصة حصل فيها حكاية تانية، إن مرات زيكو وفاء
طلعت في فيديو وفتحت أغنية وراها بتاعت حبيبي أنا، بتاعت ده لوحدي أنا، والأغنية شغالة وقعدت تقول يا ريت الرسالة تكون وصلت. طيب انتي بتكيدي مين؟ ضرتك؟ بتكيدي أمه، دي أمه. مهما تقولي انتي ما تقبليش من ابنك انه يعمل فيكي موقف زي ده، ولا من مرات ابنك ان تعمل موقف زي ده. اكيد يعني في مشاعر إنسانية للأم صعب ان حد يتجاهلها. الناس بتقول عليها انها إنسانة جميلة وبنت بلد وجدعة، وفضلت ساندة معاه وصبرة على القليل قبل الكتير. ليه يطلع موقف زي ده يزعلها ويزعل الأم منها؟ الأم بتحبها وبتتكلم عنها دايما بكل خير. يا ريت المواقف دي ما يبقاش موجودة، عشان زعل الأم مش حلو. رضا الأم من رضا الرب، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك. دموع الأم في برنامج زي ده كان صعب جدا، وهي بتبكي من فرقة ابنها ليها، وإنها كانت متلهفة عليه إنها تشوفه بعد كأس العالم وتفرح بيه ابنها. الكل كان مستني خناقة، الكل مستني رد فعل ناري، لكن البنت دي طلعت أذكى بكتير، وبدل ما تتجر للتشهير والحوارات وفاء اختارت الرد ينتهي بفيديو، وقالت هو ليا أنا لوحدي. يا رب تكون الرسالة وصلت. عموما زيكو لي رد تاني وقال انتي هتفضلي رقم 1 يا أمي، وأكيد أكيد يعني هيروح لها وهيزورها، يمكن بس الاحتفالات والشغل الإعلام اللي هو فيه والمقابلات، لأن اسمه لمع، وخصوصا بعد كأس العالم ممكن يكون كل ده هو السبب في تأخيره عن أمه. لكن أكيد هيروح لها، يعني استحالة إن هو ما يروحلاش، وهو أصلا ابن بار بأمه وأخواته، وهي كمان الأم قالت إنه شايل أخوه وبيراعيه وهو اللي متكفل بكل المصاريف. استحالة طبعا إنه يبعد عنها، يمكن بس هو اتأخر بسبب انشغاله، وهي كانت مستنية إنه يجي من الطيارة عليها. عموما يا أم مصطفى، عايزة أقولك إن حياة المشاهير بتبقى صعبة ومليانة مشغوليات كتير ومليانة أنوار، وخصوصا إنه اتخض من الهيصة اللي اتعملت عليه بعد ما هو حط الأجوان في الأرجنتين، وكمان بدأ يشتهر، اسمه يلمع بسبب لعبه كويس. فيمكن لما يفوق من الخطة بس بتاعت الشهرة والدوشة والاحتفالات والمقابلات الصحفية والتلفزيونية، أكيد هتكوني انتي أول واحدة يخبط على بابها. الأم ضياع الأم بيبقى صعب، فرقة الأم بتبقى صعبة على الأم أكتر يمكن من على الولد نفسه. ربنا يهدي الأحوال، اللهم أمين. اشتركوا معنا في القناة وياريت تعملوا لايك للفيديو، وقولوا لنا في التعليقات ايه رأيكم في موقف مصطفى زيكو، ايه رأيكم في موقف مراته، ايه رأيكم في موقف والدته، وحد فيكم شاف الفيديو بتاع مرات زيكو؟ قولوا لنا رأيكم ايه. مستنيين اللايك الحلوة منكم، وياريت تكتبوا لنا التعليق. اشتركوا معانا هتنوروا الدنيا. أسيبكم في أمان الله، السلام عليكم.